السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف عاملين الجمال كده ايه. عاملين مكرونة بالبشاميل صينيتين، وعاملين حواوشي تحفة، وجنبيهم طبق سلطة. اقتصاد وتوفير هنا. تعالوا نشوف عملنا الوصفة دي كيف. معانا لحمة، معانا توم، ومعانا بصل، ومعانا فلفل اخضر، وهننزل كده بالزيت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وحشتونا يا جماعة. لسه اول فيديو من بعد العيد نعمله مع بعض عشان كنا مسافرين. فبعد ما هدينا قلنا نصور عادي. وحشتونا والله يا جماعة، ما نتحرمش منكم يا رب. ومن تعليقاتكم الحلوة ومن اشتراكاتكم. هنا اقتصاد وتوفير، هنا مش في اي حتة تاني. ادينا ايه بنقلبهم في بعضيهم كده اهوت. انا حطيت كلهم مع بعضيهم، اللحمة والفلفل الاخضر والبصل التوم. معانا كده التوابل، معانا فلفل اسود، معانا كزبره، معانا ملح، معانا سن السكر، معانا ورق لوري مطحون، معانا شطه، معانا كمون. وكل ده هننزل بيه على التعصيج اللحمه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. راح اقلبهم كده يا جماعه. حطوا لي اللايك. الريحه جميله 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 يا جماعه لما بتنزل التوابل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، يعني حقيقي جميله. بعد كده اهواتي مقطع 3 طماطميات صغيرين مكعبات هننزل عليها بعد ما تعصجوا زي ما انتم شايفين. وهنسيب الطماطم دياتي تتسبك معهم علشان بتدي طعم جميل في البشاميل وتبقى تحفه وروعه. هنا الاقتصاد والتوفير، هنا مش في اي حته تاني. وبعدين هنعمل لها البشاميل كده. معانا نص كوبايه دقيق، ومعانا لتر لبن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ومرقه. وكله هنعمل البشاميل النهارده عادية. هنعمله على البارد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنقلب كده ونفك الكلكعات اللي بتاعت الدقيق. ما نحطهوش على النار الا لما الكلكعات تفك خالص علشان ما تكلكحش وتطلع ايه مكلكعه. بعد كده هننزل بمعلقه سمن بلدي كده عشان تطلع طعمها جميل كده وروعه. وشويه زيت عليها عشان يرهش كده البشاميل. ونقلب كده ونفك الكلكعات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وبعد كده بعد ما يتفكوا الكلكعات هنحطهم. هنولع عليهم النار عادي على البوتاجاز. اديكم زي ما انتم شايفين خلاص ايه. هننزل كده بنص معلقه ملح كده مع البشاميل. وكده معانا ورق لوري، معانا كزبره، سنه فلفل اسود عليهم علشان تدي طعم ونكهه جميله في ايه في الحاج بشاميل. عوزت مرقه حطيتها علشان تدي طعم وريحه وجميله. بتبقى طعمها جميل كانها ايه معموله بشوربه ولبن الاتنين في بعض، بتدي طعم جميل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بعد كده اديكم زي ما انتم شايفين بيجي كريمي كده والقوام هو ده اللي احنا عايزينه جميل وتحفه. هننزل كده على المكرونه كلها بشويه بشاميل، مش البشاميل كله، شويه بس علشان نغلف المكرونه كلها بايه بالبشاميل عشان تدي طعم جميل. لما بنطلع بالشوكه كده تبقى طعمها كلها بشاميل. وهنحطه بردك رجرج، بس بردك لازم نغلف المكرونه بتاعتنا كلها بالبشاميل زي ما انتم شايفين. ما نخليش مكرونه ما فيهاش بشاميل يا جماعه علشان يدي الطعم المكرونه بالبشاميل. امال هي اسمها كاب بشاميل. غلفناها. بعد ما غلفناها نزلنا في قعر الصينيه كده بالبشاميل. وهننزل كده بنص الكميه على ايه على الصينيه كده هواتي زي ما انتم شايفين. يبقى احنا كده غرجناها بشاميل المكرونه. وهنسويها ولما اعوز تاني هحط. اهم حاجه نساوي يا جماعه علشان تبقى قوام واحد كده وتبقى الصينيه مستويه وتطلع ايه جميله. ما تنسوش تحطوا لي لايك واشتراك يا جماعه. وحشتونا والله. هنا الاقتصاد والتوفير، هنا مش في اي حته تاني. بقول لكم بربع كيلو لحمه عملنا 8 ترغفه بلدي حواوشي وصينيتين مكرونه، صينيه كبيره وصينيه صغيره. والله العظيم تحفه. ما بنخليش الفقير يريع يا جماعه. اديني كده بساوي كده الصينيه. وبعد ما استوت كده هننزل بايه بالحاجه لحمه المعصجه كده اهواتي. يا اقتصادي يا توفيراتي ايه يا جمال يا حركاتي يا تكاته. هنا التكات هنا والبلد يوكل مع دعاء مش في اي حته تاني يا جماعه. ادينا كده بسوي ايه اللحمه المعصجه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما انتم شايفين كده اهواتي. ما اخليش حاجه في الصينيه الا لما احط لها ايه اللحمه المعصجه عشان ايه تطلع فيها لحمه وما تحسسكمش اللي انتوا ايه
عاملينها من غير لحم. لا والله ده احنا منزهينها ومدلعينها خالص زي ما انتم شايفين، مش مخليين حته لما حطيناها فيها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما تنسونيش يا جماعه في اللايك كده والاشتراك، هننزل كده بالبشاميل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا جمال يا حركاته يا تكاته يا بشاميلاته، والله العظيم طالع كريمي وجميل. البارد بردك حلو، يعني عاملينه على البارد البشاميل جميل والله، والله جميل. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. اقتصاد وتوفير هنا مش في اي حته تاني. هنحط ايه بقيه الراج اللي من فوق كده، هنحط بقيه الراج اللي من فوق. اللهم صل على اللي يشفع فيكم. هنساوي كده المكرونه بعد ما نسويها كده اهوت كويس، ونضغط كويس ونضغط كويس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ايه يا جماعه محدش حط له لايك واشتراك للقناه؟ ما تحرمش منكم ومن لايكاتكم ومن اشتراكاتكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والله وحشينا خالص يا جماعه. ليا كتير ما طلعتش بالفيديوهات علشان كنت تعبانين من هدة العيد، كان في تعب كده وارهاق، ومجينا بنستفر وادينا ايه حطيناها على الصينيه الصغيره دي، الطاجن الصغير. اللهم صل على النبي. قلنا لا والله تبقى صينيه صغيره وصينيه كبيره وتبقى العيال ياكلوا بقلب جو كده واتي احسن من 100 بره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اديكم زي ما انتم شايفينها البشاميل اللي حطيتها في كل حته، ما خلتش حته ما فيهاش بشاميل، علشان احنا هنا وقت ما نخليش الفجير يراعى كده. مع ان كانت عندنا اللهم صل على النبي الجبنه اللي هي الرومي حطيتها من فوق الوش للتزيين، والله العظيم ما قالتش لا، وطلعت المكرونه تحفه. يعني اللي عندك حطيه مكرونه بشاميل بتاع دوات الجبنه الموزاريلا حطيها، جبنه شيدر حطيها. ادينا ايه معانا كده بصل، معانا توم كده اللي حواوشي، ومعانا فلفل اخضر، معانا كده اهوات اللحمه، معانا التوابل كده اهوات الورق اللوري المطحون، ومعانا الكزبره، معانا الفلفل الاسود، معانا الشطه، معانا الكمون، معانا الملح. ونصلي بينا كده على النبي يا جماعه، ونحطهم كده ببعضيهم على بعض المكونات كلها، الثوم والبصل والفلفل الاخضر واللحمه، وهدجهم تاني في الهون علشان يبقوا متماسكين. يعني اديني نزلت كده باللحمه وخلطتهم، وبعد كده هدجهم في الثوم على الهون بتاع الثوم. دجيتهم بعد ما دجيتهم بكتله واحده كده، ونزلت عليهم بشويه زيت علشان يدي طعم ونكهه جميله. والله العظيم يا جماعه كان طعم تحفه. يا ريت تتفضلوا معنا، ما نتحرمش منكم ومن لايكاتكم. اديكم زي ما انتم شايفين خلتها كلها فيها الزيت كده، ونزلنا بالصلاه على النبي كده بالرغيف الحواوشي كده بالرغيف البلدي. مش بقول لكم اقتصاد وتوفير هنا مش في اي حته تاني، بيروحوا يجيبوه كده كد اللدعه كده الرغيف كده ميت قبل كده، يعني صغير متاكل قبل كده، الادوات بسم الله ما شاء الله يملى العين كده ويشبع بالصلاه على النبي. ونكمل الباقيين والله طلعوا تمن ترغفة حواوشي وتحفة وتحفة وماليين. وماديكم زي ما انتم شايفين احنا هنا اقتصاد وتوفير، اكلة جميلة شهية وعاملينها باقتصاد. ولما بنحب بنروح نشتريها من بره بتطلع غالية، لا والله عملناها بأبسط الحلول وجميلة. ادينا عاملين لكم بيها بربع كيلو اللحمة، عملنا مكرونة بشاميل وعملنا حواوشي. يا جمال يا حركات يا تكاته. هنا الاقتصاد هنا مش في اي حتة تاني. ايوه كده يا حركاتك يا دعاء، البلدي يوكل من ايد دعاء. هنا البلدي. اللهم صل على النبي. حطيت سنة زيت كده في الطاسة، هعمل على البوتاجاز لازم كد معلقة زيت كده حطيتها، ونزلت كده بالرغيف علشان بيدي طعم جميل. اللي عايز يعمله في الفرن يعمله، واللي عايز يعمله على البوتاجاز يعمله. انا قبل كده عملته معاكم في الفرن، اديني قلبته كده اهواتي. بصوا شكله جميل وتحفة يا جماعة، تحفة والله العظيم. ادينا احط واحد تاني جنبيه، بس احسن حاجة احط كل واحد لوحدي احسن، بيطيب بسرعة. اديكم زي ما انتم شايفين حطيت بردك معلقه زيت تاني، وهعمل معاكم واحد تاني هوريهولكم علشان يبقى كل حاجه قدامكم. وهنزل كده واضغط علشان الرغيف يبقى متماسك مع بعضيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اديكم شايفين الجمال يا جماعه، والله العظيم تحفه 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 تحفه، ويفتح النفس كده اهواتي. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. والله جميل. شايفين الجمال. وهنحط بردك معلقه زيت تاني هنكمل بقيه الكميه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حطوا لي لايك واشتراك كده يا جماعه، والله العظيم اكله اقتصاديه وشهيه
تفتح النفس. اديكم زي ما انتم شايفين، ادي الشكل النهائي، ادي المكرونه وادي بقيه المكرونه التانية، وادي اللي حواوشي تحفه وجميل يا جماعه. شفت مليان كيف؟ والله العظيم تحفه، ما بنخليش الفقير يراعي. ادي الشكل النهائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي يا جماعه.